السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكنت. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسطلة صغار في اطار التحضيرات لشهر رمضان ان شاء الله. فغادي نعطيكم ايضا طريقة باش تحتفظوا بهم في المجمد، وغادي نضيفوا لهم واحد المكون سحري اللي غادي يعطيهم مذاق بنين بزاف. ايضا غادي نحضروهم بصدر ديال الدجاج اللي كان باقي عندنا. فقط تبقاو مع الفيديو للاخير باش ما تفوتكم حتى شي معلومة، وايضا بارطاجيوه مع العائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة. ونبداو على بركة الله في المكونات. بالنسبه للمكونات الاولى غادي تكون هي الخضار. هنا عندي الفلافل حمراء وخضراء، عندي القرع الاخضر، عندي الجزر، وعندي البصل. هنا كيف ما كتلاحظوا عندي واحد الكميه كبيره، يعني المقله كيف ما كتشوفوا راها كبيره وعمرتها مزيان بالخضر لانهم غادي يهبط الحجم ديالهم من بعد في الطياب. ضفت لهم القليل من زيت الزيتون، قليل من الملح، وواحد الرشه خفيفه من الابزار. غادي نوضعوهم فوق نار اللي تكون مرتفعه باش هكذا الخضار ديالنا ما كيطلقوش لينا الماء وكيخصهم وقت طويل باش يعاودوا ينشفوا. فضروري ان الخضار هكذا ملي كنبغيو نسوطيهم كنوضعوهم فوق نار اللي هي مرتفعه. غادي نخليهم هكذا مره كنقلبهم باش هكذا الخضار كلهم كياخذوا نفس القياس ديال الطياب. فهنا تقريبا استعملت واحد 3 ولا 4 الحبات من كل حاجه، حبات كبارين يعني من الجزر والقرع. هنا غادي ندوزو باش نحضروا الشرموله اللي غادي نحتاجوا ليها واحد الكميه ديال القزبور ومعدنوس، واحد الحامضه مصيره زولت لها القشره ديالها، وتقريبا واحد 5 حتى 6 الفصوص ديال الثوم، عصير نصف ليمونه حامضه، واحد ثلث كاس ديال الزيت، ممكن زيت زيتون او زيت نباتيه او خليط ما بين هاد الزيوت بجوج. غادي نطحنوا هاد المكونات جيدا حتى هكا كيندمجوا مع بعضياتهم وكيرجعوا على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا لهم التوابل. هنا شوفوا الخليط كيف رجع. غادي نضيفوا لهم هنايا بالنسبه للتوابل غادي نضيفوا البابريكا تقريبا واحد الملعقه كبيره، غادي نضيف نصف ملعقه او اقل من الزنجبيل، ملعقه من الكركم، نصف ملعقه من الابزار، وملعقه من العطريه ديال البسطيله ديال السمك. وغادي نضيف ايضا واحد الملعقه من الهريسه. هاد الهريسه راه سبق وحضرتها معكم في الفيديوهات السابقه، صراحه راه كتجي اقتصاديه بزاف والمذاق ديالها كيجي بنين بزاف. غادي نضيف من هنا عفوا ملعقه كبيره. غنضيف ايضا واحد الملعقه ديال بودره الثوم، ملعقه ديال بودره البصل اللي حتى هما حضرتهم معكم في فيديوهات سابقه. غادي نحاول نخلي لكم الروابط ديال هاد الوصفات في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نعاود نطحن هكذا واحد الطحنه خفيفه حتى كتندمج ليا العطريه مع هذيك الشرموله. وغادي نبدا ناخذ منها تقريبا هاد الشرموله غادي نقسموها على 3 ديال الحصص. غادي ناخذ واحد الكميه وغادي نضيفها هنا مع هذا الخضر من بعد ما طابت. هنا الخضره كيف ما لاحظتوا راه نقص الحجم ديالها وطابت مزيان، يعني هكذا راه رجعت هكذا معلكه. فضروري ان الخضره هكذا حاولوا طيبوها مزيان باش هكذا ما كتجيش باينه في هذيك الحشوه. حتى بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش هكذا المذاق ديال الخضره فهكذا ما كتبانش نهائيا مع هذيك الحشوه. غادي نخلط هنا جيدا غير حتى كتندمج هذيك العطريه مع الخضر وصافي. غادي نطفي عليهم. هنا بالنسبه للدجاج فانا عندي هنايا صدر ديال الدجاج اللي كان عندي كان طيبناه صراحه، كان طاب في نهارو يعني ما خليناش الدجاج بات، لهذا جا الصدر ديالو قاصح شويه وناشف. فللاسف ما كلا حتى شي واحد، ولكن ما غاديش نخليوه يضيع، فغادي نحاولوا نستغلوه هكذا في هاد البسيطلات هادو. بالنسبه اللي بغى يستعمل هكذا الصدر ديال الدجاج اللي هو الطري فغادي تاخذوه هكذا وديروا ليه شويه من هذيك الشرموله وطيبوه هكذا عادي، وممكن ايضا تبخروه او لا طيبوه في الفران يعني على حسب الرغبه. يعني الطريقه باش ما بغيتو طيبوه ممكن طيبوه بها، غير هي يفضل انكم هكذا تبخروه لانه هكذا كيبقى طري وكيحافظ على المكونات ديالو. صافي هنايا انا غادي ناخذ هذاك الصدر ديال الدجاج هكذا وغادي نحاول هكذا نحلو شويه لانه كان في الثلاجه فبارد بزاف يعني قاصح شويه. ومن بعد غادي ناخذو هنا وغادي نوضعو في الهاشوار. غادي نوضع في الاول غير نصف الكميه باش هكذا كي تطحن كيكون يعني قطع متساويه ما يتطحنش ليا بزاف. فغادي نطحنو هكذا حتى كيرجع على هذا الشكل هذا، يعني ما يكونش مطحون بزاف وفي نفس الوقت ما يبقاوش دوك القطع باينين باش ما كيبانش نهائيا راه هو هذاك الدجاج. غادي نوضعوه هنا في واحد المقلاة وغادي نطحن هذيك الكميه المتبقيه. ومن بعد غادي نضيف عليه الثلث ديال هذيك الشرموله اللي حضرنا من قبل.
وغادي نرجعو فوق النار هكذا غير يندمج مع هذيك الشرموله. وهذيك الشرموله كتاخذ لينا شويه هكذا الطياب. هنا في الجنب كيف ما شفتوا راه وضعت الماء حتى غلا وطفيت عليه ووضعت فيه 5 ديال دوك القطع ديال الشعريه ديال الروز. فانا هنا خديت الباكيه الحجم الكبير وخديت منها 5 ديال المربعات ووضعتهم هكذا في الماء. غير هكذا كتنفخ هذيك الشعريه وكنزولوها ما نخلوهاش بزاف في الماء لانها غادي تشرب لينا كميه ديال الماء بزاف، وبالتالي ملي غادي نوضعوها في البسيطلات ديالنا غادي تطلق لينا الماء في الورقه. فصافي هنايا من بعد وجدت واحد القصريه كبيره اولا شي اناء كبير هكذا اللي ممكن اننا نخلطوا فيه الحشوه كلها ويتسع لينا يعني باش ندمج لينا ديك الحشوه مع بعضياتها. هنا غادي نجيب هذاك الدجاج اللي شحرت مع هذيك الشرموله، غادي نضيفو على هذيك الخضر، وغادي نجيب ايضا هذيك المقلاه اللي طيبت فيها هذيك الخضره، غادي نوضع فيها واحد الكميه ديال القمرون تقريبا هنا واحد رابعه او 200 غرام ديال القمرون، وضعت معها واحد المعلقه ديال الزبده وديك الكميه اللي تبقات ليا من الشرموله. هنا ممكن تستعملوا اي نوع ديال السمك متوفر عندكم، ومن طبيعه الحال اللي ما توفرش عندكم حتى شي نوع ديال السمك ممكن تستغنوا عليه. غادي نعطيكم البديل اللي غادي يخلي لنا هاد البسيطلات بمذاق السمك واخا ما نضيفوهش فيهم. هنا ضروري اننا نشحروا القمرون على نار مرتفعه باش هكذا ما كيطلقش لينا الماء وكيبقى كيطيب حتى كيذوب. فكنديروا ليه نار مرتفعه باش هكذا كيتجمع وكيبقى قابض في راسو وكيبقى يعني صحيح. واخا كان نخلطوه هكذا كيبقى لنا دوك الحبات ديال القمرون باينين في الحشوه ديالنا. خديت هنا هذيك الشعريه من بعد ما قطرتها مزيان من الماء وغادي نضيفها مع هذاك القمرون فاش هكذا كيطيب باش كتشرب ديك الشرموله، وفي نفس الوقت كتنشف مزيان الا كان باقي فيها هكذا الماء، لان صراحه الماء الا كان باقي لنا في الحشوه فهو اللي كيخرج لنا على البسيطلات وكيخليهم هكذا يطرطقوا لنا من الجناب ويجوا هكذا الورقه ديالهم ما مقرمشاش ملي كنطيبوهم. هانتوما شوفوا انا وريتكم هنا المقله راه ناشفه تماما، يعني هذيك الشعريه راه قطرناها قبل ما تشرب بزاف. وهنا بالنسبه للمكون اللي غادي يعطينا البنه ديال السمك صراحه راه كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف هو البودره ديال القمرون. هاد البودره القمرون انا حضرتها منزليا، الا بغيتوا الوصفه ما عليكم الا تخلوها لي في التعاليق، وايضا وصلوا العدد ديال اللايكات الاكبر لهذا الفيديو هذا. وغادي نبدا هنايا نخلط. فانا هذيك البودره ديال القمرون وضعت منها ملعقه ونصف. فهنايا خديت واحد الكميه ديال الزيتون تقريبا واحد جبانيه صغيره وطحنتها هكذا في الهشوار عفوا، وضفت هنايا واحد المعلقه ونص ديال المعدنوس المجفف حتى هو حضرته منزليا. غادي نخلي لكم ان شاء الله اولا غادي ننزل لكم الوصفه من طبيعه الحال الا كان تفاعل، لانه صراحه باش تصور فيديوهات ودير المونتاج وتخدم عليهم بزاف وفي الاخير ما كيكونش تفاعل كتكون العمليه شويه محبطه. فهنايا ضفت ايضا واحد الكميه ديال الموتزاريلا مع الفرماج الاحمر، يعني تخدموا باللي عندكم، يعني اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم راه كتخدموا به، وإلا ما كانش ممكن تستغنوا عليه. غير هو الجبن هكذا كيعطينا واحد التعليكه وواحد المذاق بنين الحشوه ديالنا. هنا كنخلط هذيك الحشوه جيدا حتى كتندمج مزيان. هنا في هذه المرحله هذه عاده كنذوقوا الملحه، الا كان خاصه الملحه كنضيفوها. هنا خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان الزيتون راه كيكون مالح، الحامض المصير مالح، ايضا ديك الشرموله راه وضعنا فيها شويه ديال الملحه، فكنخليو حتى الاخير عاده نذوقوا الا كانت خاصه الملحه كنضيفوها. هنا شوفوا الحشوه وريتها لكم راه هي ناشفه تماما. هنا من بعد ما بردات الحشوه غادي ناخذ شويه الزيت نوضع فيه شويه ديال البودره ديال القمرون تقريبا واحد المعلقه صغيره، 2 معالق ديال البابريكا، وشويه ديال الزيت من هذيك الهريسه اولا شويه هكا د الهريسه تاخذوا غير واحد راس معلقه وكتخلطوهم مزيان مع الزيت. هنا هذاك الزيت هو باش غادي ندهنوا الورقه ديالنا باش حتى الورقه كتجينا بنينه وكيجينا فيها داك المذاق ديال السمك، وايضا كيجي اللون ديالها هكذا ذهبي. هنا خديت الورقه. بالنسبه لهاد الحشوه اللي حضرت معكم فغادي نحتاجوا الكيلو ونص ديال الورقه. هنايا خديت هذيك الورقه سرحت بلاستيكات وسرحتها فوق منهم، وضروري نغطوها هكذا كل مره لمطوها هكذا بالبلاستيك باش ما كيدخلش ليها الهواء وتنشف وتبدا تقطع لينا. غادي ناخذ هنايا تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الورقات، غادي نزول لهم هكذا هذوك الجناب هكذا اللي كيكونوا ناشفين وكيبداو يتهرسوا، وغادي نسرح هذوك القطع ديال الورقه اللي عندي بهذا الشكل هذا. غادي نقطع هكذا حتى للنص، وغادي نطوي هذا الجزء هذا على هذا الشكل هذا. الطريقه راه واضحه كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. وغادي نقطع هذوك الجناب
نقطع من هذا الجنب ونقطع من هذا الجنب هكذا، باش كنكون قطعت الورقه ديالي على 3، لان هنايا بغينا نحضروا بسيطلات شويه كبارين. الا قطعنا الورقه على 4 كتجينا الورقه قصيره وما كتقدناش، ولا قطعناها غير على 2 ما كيجوناش داك التغلاف ديال البسيطلات ديالنا مزيان، وفي نفس الوقت كتضيع لنا الورقه، يعني كنبقاو نقطعوا دوك الزوائد. هنا غادي نعاود معكم 3 ديال الحبات او 4 الحبات اخرين، فكنقطعوها هكذا من النص، كنطوي هذا الجنب وكنطوي عليه الطرف الاخر باش كنتاكد انني قطعتها ل3 اجزاء متساويه. يعني هنا كناخذوا غير الثلث فقط ديال الورقه، يعني هنا كل حبه ديال الورقه وحده غادي نحضروا بها بسيطله. فهكذا كتجي الطريقه عمليه واقتصاديه، ما كتضيعش لنا الورقه، وفي نفس الوقت كنخدموا بطريقه اللي كتكون هكذا منظمه، وايضا كنخرجوا كميه كبيره. فانا غادي ناخذ هذوك القنيتات ديال الورقه. هنا انا استعنت بواحد الجبانيه، عندي ايضا في هذاك الاناء اللي كتشوفوا حدايا اسود واحد البياض ديال البيضه، غير كنوضع صبعي هكذا وكندهن. هاد الطريقه هذه كتجي افضل من اننا نضيفوا الدقيق، لان الدقيق هكذا في بعض الاحيان الا ضفنا واحد الكميه كبيره كيجينا هكذا قاصح ملي كتجي طيب البسطيله ديالنا. فهنا كنوضعوا غير واحد كيف ما لاحظتوا غير كنوضع صبعي وكنوضع في هذيك البلاصه. وبالنسبه للورقه كل مره هكذا كندهن بهذاك الزيت اللي عندي خليط ما بين الزيت والبابريكا وهذيك البودره ديال القمرون. غادي ناخذ هنا ديك القطعه ديال الورق ونوضع فيها هذيك البسيطله. هنايا في الاول راه كتكون باقا شويه متلوقه، ولكن راه ملي كنبقاو نضوبلو عليها الورقه هكذا كتجمع وكتجينا يعني كتجي مسوديه مزيان، وفي نفس الوقت ما كتجيش فيها كميه كثيره تاع الورقه. فشوفوا هانتوما كنجمع عليها هذيك الورقه، وفي المرحله الاخيره ممكن تعاودوا ترجعوها للجبانيه باش هكذا كتقبض ديك الفورمه ديالها مقاده، وكيجونا البسيطلات ديالنا مقادين ومفينين. فغادي نوضعها هكذا نضغط عليها، ودائما كنوضع الاصبع ديالي في البيض وكنوضع فوق منه الورقه باش هكذا هذيك الورقه كتلصق ملي كنجي نثبت فوق منها القطعه الاخرى. فدائما كنغمس صبعي في البيض كنوضع الورقه وكنضغط باليد الاخرى باش كتثبت لي هذيك الورقه مزيان. هنا من بعد ملي غادي نحطوهم راهم غادي ينشفوا وغادي يثبت هذاك البيض ديال البيض كيثبتهم مزيان وكيجيو هكذا لاصقين مزيان. فصافي هكذا بهذه الطريقه، وغادي نضغطوا عليها باش تاخذ الفورمه ديالها مقاده. ومن بعد غادي نزولوها ونوضعوها هكذا فوق سطح العمل، اولا توضعوها في شي طاوه اللي تفرشوا لها الورق ديال الطبخ باش هكذا بالزربه كينشفوا ما كياخذوش يعني وقت طويل. وغادي نستمر هكذا بنفس الطريقه. فالعمليه راه سهله بزاف، يعني راهم كيوجدوا بالزربه وكيكونوا ساهلين هكذا في الخدمه. ممكن ايضا الا بغيتوا تضيفوا فيهم الجبن الاحمر او الموتزاريلا كتضيفوها هكذا في الحشوه من الفوق او لا في الوسط ديال الحشوه، يعني على حسب الرغبه. فانا كنستمر بنفس الطريقه، دائما كنوضع الاصبع ديالي في البيض. الا جاتكم هكذا الورقه من شي جهه طويله فكتقطعوا هذاك القنت ديالها، وكيف ما كتشوفوا معايا هكذا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكملوا الحشوه اللي عندنا كلها. فانتم انايا نوريكم هكذا راه الطريقه سهله بزاف، يعني ملي كنجيو هكذا نطوي هذوك الجوانب، لان هذيك الورقه كتكون القياس ديالها هو هذاك كتكون مقاده، فما كتعذبناش نهائيا في الخدمه ديالها. انا راه استعملت هذا الحجم هذا اللي شفتوا معايا صغير، واستعملت ايضا جبانيه كبرى من هذه اللي خدمت معكم، حضرت بها تقريبا واحد 12 حبه. وصافي هنايا من بعد ما غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها. فشوفوا هنايا ما كنجي نكمل حتى كيكونوا البسيطلات ديالي نشفوا من التحت ومن الفوق. هنا راه ممكن هكذا مباشره توضعوهم في بلاستيكات وتدخلوهم للمجمد. هنا كنوريكم الحجم اللي كبر من هذا اللي حضرت، فممكن تحضروا هذا الحجم هذا. ممكن ايضا تحضروا حجم صغير منه، لان هاد البسيطلات هادو راهم كيكونوا يعني شباعين، ماشي غير بسيطلات هكذا صغيورين للديكور فقط، فهادو راه عامرين مزيان. بالنسبه للكميه اللي خرجت ليا فانا حضرت 12 صغارين و15 حبه كبيره، يعني تقريبا 27 حبه اللي خرجت لي هذيك الكميه ديال الحشوه مع هذاك الكيلو ونص ديال الورق. يعني ما شاء الله راه واحد الكميه كبيره. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ كنوضعوهم هكذا في العلبه، وكنوضع بيناتهم البلاستيك، ضروري نوضعوا بيناتهم البلاستيك باش ملي كنجيو نزولوهم كنتلقاوهم هكذا باقيين صاينين ومقادين. ملي كنخرجوهم هكذا من المجمد كنكونوا سخنا الفران من قبل على اعلى درجه، كندخلوهم كنديروا لهم النار من الاسفل ومن الاعلى. ملي كيبانوا لنا راهم تشمعوا من الفوق وبداو هكذا كينتفخوا كنقصوا النار لاقصى درجه،
وكنخليوهم كيطيبوا كيتقرملوا على خاطرهم كيجيونا هكذا مقرمشين، والورقه ديالنا كطيب لينا مزيان من الداخل، وديك الحشوه حتى هي كتجينا هكذا طايبه. نتمنى فعلا ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات، خليوا لي ايضا تعاليق على الفيديو باش هكذا الفيديو كينتشر وكتعم الفائده. وايضا الا بغيتوا هاد البودرات اللي شفتوا معايا خليوها لي في التعليق باش نحضرهم معكم في فيديوهات قادمه، والى الملتقى